السلام عليكم. هنعمل النهارده مع بعض الفطير الفلاحي، طريقه سهله وبسيطه جدا. انسي بقى الفرد وانسي انك تقعدي بقى فتره طويله قوي انك تعملي في الفطير. بجد هنعمله النهارده بطريقه سهله جدا، لا هنفرد ولا هياخد وقت ولا مجهود معانا، وهيطلع جميل جدا طري ومورق. هنشوف الطريقه عامله ازاي. يلا نقول بسم الله وندخل على المقادير بتاعتنا والطريقه بتاعتنا. عندي ايه؟ عندي نص كيلو دقيق، والميه طبعا على حسب الدقيق لان كل دقيق غير التاني. وعندي معلقتين كبار سكر، ومعلقه صغيره ملح، وعندي شويه زيت صغيرين هلمهم في الاخر بالعجينه. تمام، يلا بينا نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه هنزل في الطبق بتاعي بالميه. ماشي، هنزل بشويه ميه كده وهنزل فيهم السكر والملح، معلقه صغيره كده ملح، وهدوب دول الاول كده عشان ما يتكتلوش عندي في العجينه بتاعتي. تمام كده، ده عندي السكر والملح خالص، مش عايزه اي حبيبات تكون باينه معايا عشان ما تقطعليش العجينه. تمام، هنزل بقى بالدقيق وعجن بقى بسم الله. بالشكل ده عندي كده. هنزل بقى بمعلقتين صغيرين زيت عشان ينعموا لي العجينه بتاعتي بالشكل ده، وابتدي برضو اعجن برضو كويس قوي. لازم اخدم العجينه كويس قوي عشان الفطير يطلع معايا كويس. تمام بالشكل ده. تمام، انا عملتها كده برمتها بالشكل ده عشان اقطعها لاجزاء. نشوف هنقطعها كام قطعه. ماشي بالشكل ده كده. تمام، انا كورت الفطير عندي بالشكل ده، وعندي هنا صينيه حطيت فيها سمنه بلدي على سمنه جنه، سمنه كريستال، اي زبده، اي نوع سمنه. انا مش هايدك باي نوع سمنه الموجود عندك، وشويه زيت، وسيحتهم على النار بقوا بالشكل ده. هنزل فيهم الفطير بتاعي كده، اغلفهم بالسمنه. تمام، عشان خاطر ما ينشفش عندي بالشكل ده. بالشكل ده كده. كده بقى بالشكل ده عندي. انا نزلت كله في السمنه. تمام، وحطيته هسيبه يرتاح لمده ربع ساعه، وهنفرده مع بعض ونشوف هنفرده شكله ازاي. بس اهم حاجه ان انا غطيته بالسمنه عشان خاطر ما ينشفش مني، وهنشوف هنفرده ازاي وهيبقى شكله عامل ازاي. ده الفطير بتاعنا بعد ما سيبناه يرتاح شويه. شايفين بقى عامل ازاي عندي؟ ارتاحوا بقى حلو جدا وهيتفرد معايا بمنتهى السهوله. يلا بينا نفرده مع بعض كده ونشوف هنعمل الفطير بتاعنا ازاي وهيبقى شكله ايه لما يطلع من الفرن. يلا بينا. كده عندي شويه زيت كده على اللوح بتاعي، مش هنحتاج فراده ولا اي حاجه، بايدينا. بصوا الزيت هيخليه يتفرد معايا بكل سهوله. شايفين؟ مش هحتاج لا فراده ولا اي حاجه، ويتفرد معايا بمنتهى السهوله بالشكل ده كده. افرد بالشكل ده كده. تمام، وبين كل واحده وواحده، بين كل فطيره وفطيره بحط شويه سمنه. تمام بالشكل ده كده. تمام، ونكمل اللي بعدها. احط شويه سمنه كده بين كل طبقه وطبقه، وافرد اللي بعدها بالشكل ده. ده كده الفطير معانا لما فردناه. تمام، وعملته طبقات. انا عملت نص كيلو على 2 على فطيرتين. تمام، دي طبقات. فردت الفطيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبين كل فطيره وفطيره كل طبقه وطبقه كنت بدهن سمنه. تمام بقى بالشكل ده. يعني هم قطعوا معايا نص كيلو، قطعوا معايا 26 فطيره، عملتهم على 2، يعني كل واحده 13. بين كل واحده وواحده لازم طبقه سمنه. تمام، هلمها دلوقتي زي القرصه كده، وهحطها في صواني وهنشوف شكلها ايه، وهندخلها الفرن نسويها مع بعض.
بس قبل ما ادخلها الفرن هنحطها في صينيه وهسيبها ترتاح لمده 10 دقايق بس عشان اعرف افردها بسهوله، وهنسويها مع بعض كده ونشوف هيبقى شكلها ايه. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ده كده الفطير عندي، انا لميته عملته كده زي ما انتم شايفين زي رغيف كده. المهم قفلت الاطراف بتاعته، خليت الاطراف بتاعته كلها تحت، لميتها لتحت وحطيتها في صواني كده مدهونه سمنه زي ما احنا شايفين. هسيبها ترتاح 10 دقايق بس عشان اعرف افردها. هوريها لكم بعد ما افردها كده هيبقى شكلها ايه، او بعد ما ترتاح هيبقى شكلها ايه، ونفردها زي مع بعض وندخلها الفرن نسويها ونشوفها سوا هتبقى عامله ازاي. 10 دقايق ونشوف الفطير بتاعنا بقى عامل ازاي. دلوقتي عندي الفطير ارتاح زي ما احنا شايفين، شايفين عامل ازاي حلو قوي. هفرده بقى وهدخله الفرن. تمام، انا حطيت كل واحده عليها حته سمنه بلدي على الوش كده. هنفردها بقى سوا، بسم الله. بصوا لما يرتاح يبقى فرده بجد سهل جدا. مش هفرد قوي عشان ما يبقاش معايا رقيق جدا فيطلع معايا ناشف. تمام، شايفين جميل جدا ولا بيتقطع ولا اي حاجه. هفرد بالشكل ده. بقى بالشكل ده كده معايا لما فردته، شايفين جميل جدا زي ما احنا شايفين كده. هدخلهم بقى الفرن يكون والع عندي على اعلى درجه حراره. هدخلهم على ارضيه الفرن. تمام، اول ما بتبتدي تتحمر من تحت كده هولع شويه من فوق تاخد لون ذهبي وهوريها لكم تبقى عامله معانا ازاي. يلا بينا. شايفين الفطيره عامله ازاي معايا في الفرن، قبه وجميله ازاي بجد تحفه. مستنيها بس تتحمر كده وهخرجها واوريها لكم عامله ازاي. ده الفطير طلع معانا من الفرن، شايفين عامله ازاي، جميله جميله قوي، سخنه مولعه مش عارفه افتحها اوريها لكم بجد. هسيبها تهدى بس شويه وهوريها لكم من جوه عامله ازاي. تمام، هسيبها ثواني بس تبرد وهوريها لكم عامله ازاي من جوه. ده الفطير بعد ما طلع معانا من الفرن، شايفين جميل ازاي، جميل قوي. عايزه افتحه لكم بقى واوريه لكم عامل ازاي. شايفين بصوا طري، هو من بره مقرمش بس من جوه طري جدا. عايزه اوريكم من جوه عامل ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله بجد. شايفين مورق ازاي، شايفين والله. بصوا جميل تحفه يا جماعه والله، يعني مش عايز اي كلام ولا اي حاجه. وطعمه حكايه، من بره مقرمش ومن جوه طري. شايفين جميل ازاي.